يا مساء الورد. اول حاجة هعملها هحمل برنامج السكتش بوك. اقدر اشتغل عليه عن طريق الموبايل او التاب او الايباد. بتعرف على واجهة البرنامج. اول حاجة السهم، ده اللاير. تمام. وهنا بختار الالوان، بختار درجة الالوان اللي بتناسبني. من الاوردر دوا بقدر احدد الفرش والالوان اللي انا محتاجاها. عندي مجموعة كبيرة من الفرش ومن الأقلام. بختار القلم أو الفرشة اللي بتناسبني. من البيزك بختار القلم الرصاص، ومن هنا بحدد السايز والأوباسيتي. من البراش تايبس، بيظهر لي ليست. أول خط بيبقى الستاندر العادي، وبستخدم برضو الإريزر من هنا. طيب الإريزر بستخدمها من هنا ليه؟ لأن بيعمل لي جومة بتمسح بنفس سمك الخط اللي أنا برسم بيه، بنفس السمك. لأن في التولز دي في إريزر تانية هنلاحظ الفرق. بجرب كده، وفي منها ان هي بتمسح ولكن بتعمل شادو كده للخط خفيف لو اخدنا بالنا. مش بتمسحه بشكل نهائي. عندي بقى فرش تانية، اشكال النجوم، الاشكال اللي هي زي خلية النحل دي، ولكن بتحكم في السايز بتاعها والاوباسيتي بتاعها. كل ما ازود السايز خلايا النحل دي بتوسع معايا شوية. وهنا عاملة زي بقعة الحبر كده. بجرب بقى الفرش المختلفة والأشكال المختلفة وبوظفها في الديزاين بتاعي. بجرب بقى كل التولز اللي عندي. يعني مثلا الاوردر دوا ما بيعمليش لون اصفر غامق صريح، لا. ممكن ان انا استخدمه ان انا اعمل شادو. وهنا علامة الزائد هي لما احب ازود الليرات. كل ما اعمل لير جديد بدوس عليها. عندي في اتجاه السهم زي العين كده، بقفلها وبفتحها لو عاوزة اللير بتاعي يظهر او يختفي. بالنسبة هنا برضو عند الباك جراوند ممكن اخليها شفافة او لونها ابيض او لونها اخضر. لما باجي اعمل كروما بخلي الباك جراوند لونها اخضر عن طريق ان انا بدوس على اللون الاخضر بالشكل ده. طيب بالنسبة لللاير اللي عاوزة اعمل لها ديليت بسحبها كده وبتتحذف من هنا. وهنا برضو لما بدوس على اللاير بيظهر لي بقى لو عاوزة اعمل لللاير كوبي بيست، عاوزة اعمل لها ديليت، عاوزة اغير في الاوباسيتي. هنتكلم دلوقتي عن التولز اللي فوق واستخداماتها. التولز بتاع الشيب ده ممكن اعمل دايرة، مستطيل، خط مستقيم بالشكل دوا. والتول بتاع التلوين بضغط عليها وبعدين بضغط على المستطيل الازرق وبضغط على الشيب عشان يعمل لي اللون. والثلاث اختيارات دول بشوف بقى انه اختيار يناسبني ويناسب الديزاين بتاعي. هنا من الموف بقدر ان انا احرك الاشكال اللي عندي. طيب لو انا عاوزة احرك كل شكل لوحده
لازم اعمل لكل شيب يبقى في لير منفصل عن التاني. بحركها بقى يمين الشمال مع قرب الساعة عكس عقرب الساعة. برضو ممكن احركها، اغير فيها، احولها ل 2D 3D بالشكل ده. ومن هنا لما احب ارسم رسمة فيها سيمترية، رسمة سيمتريك، الخطوط اللي برسمها في اليمين بيكررها هو في الشمال. وهنا يعني ممكن ارسم اللي هو الرسومات اللي شبه المانديلا. الاوردر ده بيساعدني ان الخطوط بتاعتي تبقى كيرفي. الاوردر ده بنستخدمه في الرسم المنظوري، يعني هنا الرسمة هتبقى من نقطة تهريب واحدة، هنا الرسمة بتاعتي هيبقى او المبنى هرسمه من نقطتين تهريب. الاوردر ده بقى لو عاوزة صورة من الجاليري عشان مثلا اشفها، فبستخدم الاوردر ده، فبدخل على الجاليري اللي عندي وبحدد الصورة اللي انا عاوزاها. وقبل كده لازم ابقى دايسة على لاير فاضي عشان الصورة تبقى فيها. ومن هنا بقى بعمل نيو سكتش، عاوزة اسيف، عاوزة اعمل شير اند اكسبورت. هنا بسيف الصورة، بيعدل على نفس الصورة، لكن الاختيار التاني بيعمل لك اكتر من نسخة معدلة. ومن الشير اكسبورت بسيف الشكل عندي، الفايل عندي بصيغة PNG عشان بعد كده استخدمه في الانيميشن، ان انا ادخله على برنامج المونتاج او اعمل له كروما خضراء زي اللي في الصورة دي. اكيد وصلت لنهاية الفيديو، ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة. سلام.